بيبدأ فيلمنا مع ضابط صيني اسمه لو، وهو بيتكلف هو وفريقه بمهمة تأمين إنهم ينقلوا ناس من مكان لمكان. وهنا بنيجي على الناحية التانية مع واحد اسمه كريس وأخوه اللي هما بالأساس مرتزقة، وأخوه بيعرض عليه إن هو يرجع يشتغل معاهم ويعمل عملية تانية، ولكن كريس بيرفض وبيقوله أنا كنت محتاج الفلوس ضرورة عشان القرية بتاعتي وخلاص. بيسيبه ويمشي وبيرجع كريس على القرية وبيجيله صديق اسمه أوين بيحاول يصلح الأنبوب بتاع المية، ولكن كريس بيقوله إن المية مقطوعة عن القرية كلها، وأوين بيقوله إن الشركة المسؤولة لازم تاخد رشوة 100,000 عشان توصل لك مية. وكريس بيقوله خلاص أنا هتصرف وهحاول أجيب الفلوس. وبنرجع على لو مرة تانية وهو بيتمم على الناس وبيعرف البروفيسور هتقعد فين. وأول ما بيعرفوا البروفيسور إن الأتوبيس بتاعها هو ده، بيجي واحد يعلم على الأتوبيس علامة إكس بحيث يعرفوا إن الأتوبيس ده هو المستهدف. وبتطلع بنت لو معاه في نفس الأتوبيس وبتبدأ تقول له أنا مش مسامحاك على إنك سبتنا زمان وأنا كنت طفلة ومحتاجالك، ولكن لو بيقول لها إن الوطن كان محتاج له برضه، وغصب عنه مش بإيده إنه يتحكم في الظروف دي، وبيتأثر وبيعيط وما بيقدرش يكمل كلام. لما بيوصلوا للطريق اسمه طريق الموت بيقول لها اربطي حزام الأمان، والطريق ده متلغم وناس ماتت كتير فيه، ولكن بيؤمر الفريق إنهم يمشوا بأقصى سرعة وفي صف واحد. وأثناء ما بيتخطوا الألغام دي بيلاقي إن في عاصفة رملية في وشهم، إن الأتوبيس المستهدف بيخرج عن المسار بتاعه لما العصابة بتسيطر عليه وبتقدر تخطف البروفيسور والرهاين اللي فيه. وبيتجمع له مع الفريق وبيحاول يعرف إحداثيات الأتوبيس دوت مشي ازاي أو في أنهي اتجاه. وبنلاقي إن كريس اتفاجئ إن صاحب عملية الخطف دي هو أوين، وبيقوله أنا مش بخطف ولا بقتل حد وأنا عاوز الفلوس بتاعتي من العملية. ولكن أوين بيقوله إن العملية لسه ما خلصتش. وكريس بينسحب ويمشي، وأول ما بيمشي أوين بيضرب أخوه بالنار. ويوصل له لكريس وبيتتبعه لحد ما بيوصل مستودع قديم وبيلاقي جثة أخوه هناك. وفجأة بيلاقي لو هجم عليه وبيدشملوا في بعض شوية، ولكن في الآخر كريس بيفهمه إنه ضحية وإنه كان محتاج يوصل المية لأهل قريته اللي هو متكفل بيهم وبحمايتهم. وهنا أوين قاعد مع البروفيسور طالب منها إن هي تكتب له الرموز أو الباسورد اللي هو بتاع المفاعل اللي هو عايز يشغله. ولما هي بتقعد تماطل وبترفض بيبدأ يقتل في الرهاين الموجودة، وبيجي لآخر رهينة وبيقول لها وأنا أقتلك ليه لما أنا ممكن أقتل ابنك قدامك. ولكن هي بترفض وبيقوم ابنها وبيقول له في جهاز تعقب في الموبايل بتاعها هيوصلك للشنطة اللي فيها الرموز، والشنطة دي بتكون مع مي اللي هي بنت لو يعني، اللي بيكون قاعد مع كريس وبيحكوا لبعض عن ماضيهم. ولكن بيسمعوا صوت خطوات فبيقوموا يستعدوا وبيتفقوا على لغة الإشارات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو بيشاور علامة 6، ولكن كريس مش بيفهم، بيقول له علامة 6 يعني اضرب في اتجاه الساعة 6. ولكن هنا العصابة بتتجمع عليهم وبيدخل كريس يديهم الشنطة اللي محتاجينها، وبيقول لمي أنا مش هسمح إن حد من عيلتي يتصاب بسبب شنطة. وبيخططوا مرة تانية عشان يروحوا يرجعوا الشنطة بالفعل، وبيركبوا عربية مصفحة وهي العربية اللي فيها نفاسة، وبيقتحموا بيها المكان وبيحصل حبة دشملة كده على الماشي. وبيجي اوين بيقول للو المشكلة انك جيت لوحدك، ولكن ما يعرفش ان كريس معاه فبيهرب وبيدخلوا عشان ينقذوا البروفيسور وبيعملوا خدعة على الراجل اللي جوه بحيث ان كريس هيستدرجه في الكلام ولو هيهجم عليه. وبييجوا يسلموا على بعض ولكن بيضبشوا هما الاتنين، فبيجري كريس ومش بيلحق اوين، وبيلاقي مي جت وهي راكبة سوزي اللي هي العربية بتاعته يعني، وبيطاردوا اوين. واثناء المطاردة اوين بيديها حتة انتداب كده، وكريس بيقعد يقول لمي العربية مش هتستحمل وبتقوله ما تخافش ثق فيا، ودي النتيجة. وبيقوموا وبيلاقوا ان لو معدي بالعربية من قدامهم فبيقول له ايوه زي ما انت سمعت كده. وبيركبوا معاه وبيقولوا له هنقدر نجيبه لو شغلنا النفاسة دي، وبالفعل بيشغلوها وبيجروا وراه. يوصلوا للعربيات الغاز اللي هو بيهربه وبيصطدم في العربيات وبيحصل انفجار كبير. وبيجي اوين بيقول لكريس ايه رأيك تاخد الضعف لو محتاج فلوس، وكريس بيقول له انت قتلت اخويا ومش هحلك من ايدي. وفي اللحظة دي اوين بيهرب تاني، ولكن العربية بتاعتهم بتكون بتسرب وبتغرق. بيشغلوا الدعامات اللي فيها وبيجروا وراه تاني وبيصطدموا فيه، بياخدوه على منحدر عالي وبيقدروا يتخلصوا منه ويقعوا كلهم. ولكن لو بيبقى رابط الحبل بتاعه بحبل العربية بتاعت اوين فبيفكه بسرعة، واوين بيروح باي لوحده. بتلاقي صورة في جيبه ليهم وهي صغيرة ويقول لها انتوا دايما كنتوا موجودين في قلبي وعمري ما نسيتكم. وبيقوم لو ومي وبيحضنوا بعض، وفي اللحظة دي بيلاقي ايد مسكت في رجله وبيقول لهم الظاهر ان جيت في وقت مش مناسب، انا عاوز اتجوز بنتك. قال له ما ينفعش هي مش من توبك، وعندي فكرة احسن من دي دلوقتي، حاول نخرج من هنا الاول. وبيجي بعد كده ان المية وصلت للقرية بتاعته بقوا عايشين في سعادة.
ولكن بيجي فريق صيني وبيقول للو في عملية محتاجينه فيها، ولو بيعرض على كريس ان هو ينضم ليهم وكريس بيوافق، وبيخلص فيلمنا على ان احتمال يبقى فيه جزء تاني. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان في افلام كتير جاية في الطريق. يلا سلام.